ولو أنا طلبوا مني إني أنا أطلع من غزة أنا مش هطلع من غزة. أنا هوى غزة بسوى العالم كله. أنا المواطنة أم يوسف الشناوي من شمال غزة، بسكن حاليا في مخيم، قاعدة بخيمة لأنه بيتنا تدمر، وطبعا كل غزة تدمرت، ما فيش أي حاجة صالحة للحياة، وخاصة بعد تسكير المعابر مسكر علينا، لا أكل ولا مية ولا إشي ولا إمدادات ولا سولر يمد المستشفيات. لما بيكون ما فيش مية ما فيش نظافة للأطفال، بمرضوا الأطفال، بنروح نعالج الأطفال، ما فيش دواء، سكرت علينا المعابر وتقلصت علينا كل الأشياء، لا غذاء ولا مياه ولا ولا دواء. إحنا بنناشد كل الدول العربية توقف معانا، يدخلونا الأغذية، يدخلونا الملابس، يدخلونا المقومات الحياة، أبسط حقوقنا إحنا لازم ناخدها، مش ماخدينها، صامدين، وراح نصمد على أرضنا ونضل في وطننا. أنا بأرفض موضوع التهجير نهائيا بتاتا، ولو أنا طلبوا مني إني أنا أطلع من غزة أنا مش هطلع من غزة. أنا هوى غزة بسوى العالم كله، الهوى اللي في غزة مش موجود في العالم كله، فكيف أنا أترك غزة؟ أتركها لمين؟ أترك أرضي وأرض أجدادي وأرض أولادي؟ بتركهاش.